السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم يا رب الأيام بالخير. ورمضان كريم علينا جميعا يا رب، اللهم امين. النهارده بقى نعمل كده شوية محشي كده بخلطة كده سهلة وبسيطة، وبإذن الله كده ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة عملتها جبت الكرنباية بتاعتي كده وسلقتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده تقطيعة على قد الصابع على طول، بحيث ان انا اسهل على نفسي الحشو على طول. وكمان الحاجات بقى اللي العروق اللي طلعت من الكرنبايه بعد ما سلقتها قطعتها بالشكل ده واحطها في ارضيه الحله. هاتي بقى كده كميه كده من البصل، 3 4 بصلات كده كبار، علشان المحشي كل ما بتكتري له البصل كل ما بيبقى طعمه جميل جدا. هنقشر بقى البصل بتاعنا بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده نقشر البصل كده ونجهز كل حاجتنا كده، علشان كل ما تجهزي حاجتك جنبك بتبقى الخطوات سهلة جدا عليكي وبسيطة، وبتبقى الحاجة تحت ايدك جاهزة، فبتوفر على نفسك وقت وتحسي انك انت عملت الحاجة بسرعة قوي وما خدتش اي وقت معاكي. هناخد بقى البصل بتاعنا كده نغسله كده غسلة حلوة كده ونشوف بعد كده هنعمل ايه. كمان جبت كده راس توم صغيرة، يعني في مقام كده 5 فصوص من التوم. بالشكل ده كده بقشرهم بطريقة سهلة، بضغط كده على الفص التوم بالسكينة ضغطة كده بالشكل ده، بتقوم فاتحة الفص معايا بسرعة وبيتقشر بكل سهولة. يبقى كده خلصنا التوم والبصل. يلا بقى كمان نشوف الخضرة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه ونكمل ايه الخطوات بتاعة المحشي بكل سهولة. معايا بقى هنا الخضرة بتاعتي خضرة مشكلة. هبتدي بقى ان انا اطلعها كده من الكيس، وهبتدي بقى ان انا افرزها وامسك كل ربطة كده افرزها كويس قوي، ولو في اي حاجة مش كويسة فيها ابتدي ان انا اطلعها. وهنقع الخضرة بتاعتي دي كده في الطبق البلاستيك ده، وهغسلها مرة واتنين وتلاتة، وكمان هنقعها بخل اهو بالشكل ده كده. طبعا الخضرة بتبقى جاية متربطة كده، بيبقى فيها حاجات كتيرة كده لازم تفرزيها كويس قوي. زي الحاجات اللي انتوا شايفينها دي حاجات ملهاش اي علاقة بالبقدونس، الشبت قصدي معلش، الشبت. فطبعا بنشتلها وبنستبعدها. هبتدي بقى اخد كل الحاجات دي اغسلها بقى على الحوض غسلة كده محترمة اهو بالشكل ده. طبعا هملى الطبق مرة واتنين واغسلها كويس قوي لحد ما المية تبيض خالص وتبقى زي الفل. وكمان هبتدي ان انا احط عليها شوية من الخل كده، عشان طبعا زي ما انتم عارفين اي ورقيات بيكون فيها ما احناش ضامنين، يعني ممكن يكون فيها ايه وكده، ولازم تتعقم كويس قوي. هنقع بقى الخضرة واسيبها كده منقوعة شوية، ونبتدي بقى نجهز الصلصة بتاعتنا او الطماطم. نفرم شوية طماطم كده حلوين كده، لان طبعا زي ما انتم عارفين المحشي لازم تكتري له 3 حاجات: الخضرة، البصل، الطماطم. وظبطي البهارات بتاعتك هتاخدي احلى حلة محشي كده ما شاء الله، ريحتها تجيب اخر الشارع زي اللي احنا عملناها النهارده دي باذن الله. اهو ابتدي بقى ان انا اخلط الطماطم بتاعتي كده بالشكل ده كده. طبعا هعمل دورق واتنين مش هعمل دورق واحد، علشان حلة المحشي بتاعتنا ما شاء الله النهارده كبيرة. طبعا المحشي الراعي الرسمي ليوم اول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ينعاد عليكم الايام بخير. هنعمل بقى البصل بتاعنا في الكبة بالشكل ده كده. كمية البصل بتاعتي كلها كده هديلها فرمة الاول كده بسيطة اهو بالشكل ده. هديلها كده فرمة بسيطة، وبعد كده هفتح واحط التوم، لان طبعا التوم مش عايزاه يبقى معجون او عايزاه يبقى واضح يعني مع البصل وكده، فايه حبيت ان انا ادي للبصل فرمة، وبعد كده يكمل بقى الفرم بتاعه مع التوم. هنا بقى خلاص مسكت الخضرة بتاعتي، هبتدي بقى ان انا شطفتها من الخل على فكرة، ونقعتها في مية كمان تانية نضيفة وصفتها كويس. وهبتدي بقى ان انا ايه اخرطها بالمقص بالشكل ده. طبعا خرطي بالطريقة اللي تعجبك، في ناس كتير بتخرط بالمقص والمقص بيريحهم، انا من الناس دي بصراحة.
بنعمها بالشكل ده كده، وباخد العروق بتاعتها، بحطها في ارضيه الحله كمان مع العروق بتاعه الكرنب اهو بالشكل ده كده. هفرم بقى كل الكميه معايا اهو بالشكل ده، خلصتها كده، واهو العروق دي زي ما قلت لكم هحطها في ارضيه الحله. هنا بقى الطماطم بتاعتي حبيت ان انا احطها الاول على النار كده، ادي لها غلوتين كده قبل ما اشتغل بيها في المحشي. حبيت بقى اقول لكم ان انا بعمل بالعروق البيضه ديت، بعمل بها مخلل بتبقى طعمها جميل جدا. فحبيت ان انا اقول لكم على الطريقه بتاعتي، هو طريقه اي مخلل عادي خالص، زي ما بتخللي اي مخلل، بتخللي العروق دي وبتبقى طعمها تحفه جدا. ويا سلام بقى لو عندك كده بنجرايه وتقطعيها تديكي بقى طعم ولون خطير، بس بصراحه ما كانش عندي في الوقت ده، فحبيت ان انا اعملها زي ايه ما احنا بنعمل لها كده على طول. وقلت ايه يعني علشان لو جبت بعد كده البنجر بعد كده ممكن ابقى اقطع يعني واحط عليه وكده اهو بالشكل ده. اقطع بقى كل الكميه اللي معايا، ما شاء الله انا كنت جايبه كرومبيتين كبار، فالكرومبيتين طلعوا لي ما شاء الله كميه حلوه كده من العروق، وكلها عروق بيضه اهو. حطيتها في علبه كده، العلبه دي عايزه اقول لكم كبيره. فهنجيب بقى كميه كده من اللتر كده ميه، وهحط عليه 5 معالق كبار من الملح، 5 معالق كبار من الملح، وهحط كمان معلقه سكر كبيره، معلقه كبيره من السكر اهو بالشكل ده كده. وكمان هحط نص كوبايه من الخل. عايزه اقول لكم ان الخل بتاعي ده كان بارد ما هوش حامي قوي، فحطيت نص كوبايه. طبعا لو الخل اللي عندك قوي حط ربع كوبايه كفايه قوي. وحطيت كمان معلقه من الشطه، وهدوب كل الحاجات دي كده كويس قوي اهو بالشكل ده كده. هندوب كل حاجه كويس قوي، وهبتدي ان انا انزل على التمليحه بتاعتي دي، هنزل بالايه على العيدان بتاعه الكرنب اهو بالشكل ده كده. اركني بقى المخلل ده، طبعا الميه ما كفتش فهعمل كميه كمان، طب بس مش هحط فيها ملح خلاص، يعني كده احنا ظابطين الملح بتاعنا كويس قوي والخل وكل حاجه. انا بس ببتدي ان انا ازود الميه بحيث ان انا ايه اغطي الكرنب بتاعي بالميه بالشكل ده اهو. طبعا المخلل بتاعنا كده جاهز، هنبتدي بقى ان احنا نعينه في التلاجة، في الدرج التحتاني خالص في التلاجة اللي هو قبل درج الخضار، يعني في درج التلاجة من تحت. وهحطه لمدة اسبوع، وبعد كده نبتدي ان احنا نطلع منه وناكل منه عادي ما فيش اي حاجة. هنا بقى كانت الطماطم بتاعتي اخدت غلوتين كده. هبتدي بقى ان انا اجهز المحشي. طبعا خطوة ان انت تغلي الطماطم قبل ما تستعمليها في المحشي دي مش خطوة اساسية ولا حاجة، بس انا عشان الطماطم دي كانت كتيرة فهاخد منها وهعين، يعني هعين شوية، فحبيت ان انا اعملها كده. طبعا نزلت بقى بكمية من الزيت كده حلوة، وهزود زيت تاني دلوقتي. حسيت ان الزيت قليل وكده فزودت شوية زيت كمان. نزلت بكمية البصل كلها بالثوم. عايزة اقول لكم ان انا ما بخليش البصلة تاخد لون، يا دوبك البصل يدبل كده اهو بالشكل ده كده. هنبتدي ان احنا نقلب فيه لحد ما يدبل. طبعا هنا كان في شويه بصل في الكبه فخدتهم كمان، قلت يعني حرام يترموا كده. هنقلب بقى البصل بالشكل ده لحد ما يدبل، وهبتدي ان انا انزل حطيت شويه كمان من الزيت، لان الزيت زي ما قلت لكم حسيته قليل شويه. طبعا هو الزيت البصله بتشرب الزيت وبعد كده بتنطر الزيت ده. خلاص كده البصله بتاعتي كانت دبلت، هبتدي بقى ان انا انزل بالبهارات اللي معايا. حطيت بهارات ايه بقى يا امل؟ حطيت فلفل اسود، حطيت كمون، حطيت كزبره ناشفه، حطيت كميه حلوه من الشطه عشان عايزين المحشي بتاعنا يكون حراق شويه. طبعا انت لو ما بتحبيش الحراق تقدري ان انت ايه ما تحطيش الشطه دي خالص. عايزه اقول لكم كمان ان انا لما بيكون عندي قرون شطه خضراء بقطع مع البصل قرون شطه خضراء. وحطيت كمان مكعبين من مرقه الدجاج، وحطيت ملح، ظبطت الملح بتاعي، وكمان حطيت رشه من السكر اهو بالشكل ده كده. دي كل التوابل بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا جماعه المحشي يعني ما تحطلوش حاجات غريبه، يعني في ناس بتحط توابل غريبه كده ملهاش اي علاقه بالمحشي. المحشي
هي دي الحاجات اللي احنا طول عمرنا اتربينا وعرفنا ان المحشي بيتعمل بالطريقه دي. ما تحطيش افتكاسات كتير عشان ما يغيرش الطعم. هشوح بقى البهارات بتاعتي في الزيت بالبصل بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا انزل بالطماطم. شايفين الطماطم سمكها عامل ازاي؟ ما شاء الله تقيله جدا. وعايزه اقول لكم ان انا ما بصفيش الطماطم بتاعت المحشي. هدي بقى التسبيكه بتاعتي كده تقليبه حلوه كده، وهسيبها بقى لحد ما ايه، ما تغلي غلوتين كده. بعد ما غلت غلوتين زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا اخد لي كام كبشه كده. زي ما احنا متفقين الصلصه ديت انا بخليها للعقد بتاع المحشي. طب يعني ايه امل العقد؟ يعني التشريبه بتاعت المحشي اللي احنا بنعملها علشان المحشي يعني يستوي وكده. ما شاء الله هنا التسبيكه بتاعتي كانت خلاص اتسبكت، فسبتها قلت كمان لا انا عايزاها تنشف كمان اكتر. فكل ما تسيبيها تنشف وما يبقاش فيها سوائل كتير، كل ما ايه، ما الرز بتاعك يكون لونه احمر كده وجميل قوي. هنا بقى معايا الرز كده مغسول بالشكل ده كده وزي الفل، وسبته كمان بعد ما غسلته شويه علشان يعني ما يبقاش في اي ميه. ومعايا كميه كده حلوه من الخضره اهو. زي ما قلت لكم الخضره، لا كل ما تكتري خضره وبصل وطماطم في المحشي بتاعك هتاخدي احلى حله محشي. اهو بالشكل كده، بالشكل ده كده، ما تستخسريش عشان الحاجه تطلع معاكي حلوه قوي. هنقلب بقى كده بالشكل ده كده كل الخضار ده الخضره في الرز كويس قوي. وهننزل بقى بالتسبيكه بتاعتنا اللي تقلت وبقت ما شاء الله. كانت الريحه قلب البيت كله الصراحه. اهو ما شاء الله كده بالشكل ده كده، هبتدي بقى ان انا انزل بالتسبيكه بتاعتي وهي سخنه على طول كده، وقلبي على طول بقى ايه. طبعا البهارات مظبوطه والملح مظبوط. عايزه اقول لكم ان انا كنت بعمل المحشي ده والله وانا صايمه، بس الحمد لله اللهم بارك يعني طلع مظبوط على الشعره. طبعا انت لما بتبقي بتطبخي من زمان وايدك اخده على المقادير وعلى الطبيخ، فالحاجه بتطلع معاكي يعني مظبوطه حتى لو انت صايمه. اهو طبعا كانت التسبيكه سخنه، فبدات ان انا اقلب كده، كانت سخنه على ايديا. هفرش بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها، العناقيد الخضراء اللي طلعت من الكرنبايه في الارضيه بتاعه الحله كده. عايزه اقول لكم ان ولا صابع طلع لازق ولا محروق. بصراحه ما بحبش احط في ارضيه الحله طماطم وبصل وفلفله وكده وحاجات من دي، بصراحه بحس ان مش هتتاكل فحرام. فلما بحط العناقيد دي بتبقى فرشه كويسه قوي للمحشي بتاعي، وما بيتلسعش مني، وبتبقى وكمان بيدي طعم حلو. العناقيد بتاعه الخضره دي او العروق بتاعه الخضره دي بتدي طعم حلو قوي للمحشي زي ما احنا عارفين. هبتدي بقى ان انا احشي بقى المحشي بتاعي بالشكل ده اهو. بالشكل ده مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم ان المحشي ده اسهل حاجه انا بعملها. يعني بالنسبه لي يعني بستغرب قوي في ناس بالنسبه لها المحشي ده حاجه صعبه جدا. يعني ازاي هعمل النهارده محشي؟ فالدنيا مكركبه بقى على دماغي والمطبخ مقلوب والدنيا كلها فوق بعضها. لا لا لا، انا بصراحه المحشي عندي زي ما يكون قايمه اعمل شويه رز، واي حاجه محمره جنبه. ما سهل جدا يعني، ما هوش يعني ما بحسش ان هو غلبة كتير ولا حاجة مني. بصوا يا جماعة، طول ما انت مرتبة كل حاجة حواليك، وطول ما انت مرتبة الحاجات اللي هتعمليها والخطوات، بتسهل عليك الدنيا. ما تخشيش المطبخ وانت ما انتش عارفة تبدأي منين وتجيبي منين واوله فين واخره فين. بصراحة لما تكوني مرتبة افكارك كده وعارفة انا اول حاجة هعملها هسلق الكرنباية، وبعد كده هقطعها، وبعد كده هشوف هعمل ايه. يعني الخطوات خليها منظمة ومحسوبه. الحاجه مش هتاخد في ايدك اي وقت، وهتعملي المحشي. عايزه اقول لكم ان انا المحشي ده يعني سلقته وقطعته وحشيت وطبخت كله في يوم واحد. اللهم اللهم لك الحمد يعني. يعني مش كان مثلا الكرنب عندي في الفريزر وانا طلعته، لا، انا كل حاجه عاملاها في يوم واحد. فما شاء الله ما شاء الله خلصت كده. جبت بقى الحله وقعدت بقى كده في الصاله بره كده، وقعدت بقى حشيتها بالشكل ده. طبعا هنا بقى التسقيه اللي احنا قلنا عليها او العقد اللي احنا قلنا عليه، حطيت بقى شويه الصلصه دولت كده وزودتهم شويه ميه،
وحطيت كمان مكعب مرق الدجاج ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود والكمون، وسبتهم يغلوا على النار كده. وبدات ان انا اشرب المحشي بتاعي بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك ان ما تحطيش ازيد من انك العقد بتاعك يكون اول صابع من على الوش، مش طايله العقد، يعني مش طايله التشريبه. اهو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. كان بدأ بقى يستوي البخار بقى، مش عارفين نشوف حاجه من البخار يا امل. اهو خلاص كده ما شاء الله. بدأت بقى ان هو اتشرب خالص كده، وبدأت اهدي النار عليه واسيبه بقى كده ايه، يستوي على مهله كده. اهو بسم الله ما شاء الله. شكله ما شاء الله الاحمر كده ويفتح النفس. يلا بقى بينا. طبعا حطيت له طشه الزيت، انا عملت له طشه زيت بس مش عارفه ما جاش ليه المقطع ده. هنغرف بقى المحشي بتاعنا، وما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ولا صابع مفكوك، وكل صابع كده ماسك نفسه كده وما شاء الله كده. شايفين؟ عايزه اقول لكم ان الطعم كان تحفه، والريحه كانت جميله جدا. والرز مفلفل، انا فتحت لكم كمان صبع اهو. الرز مفلفل مش معجن، وما شاء الله. امشي بالخطوات ديت والمحشي هيطلع معاكي ناجح جدا. ولو اول مره تخشي قناتي، يا ريت ما تنسنيش باشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، وتحطي لي لايك على الفيديو، وكمان تقولي لي كده كلمه حلوه كده تكبر الخاطر. ربنا يكبر بخاطركم في الايام المفترجه دي، وان شاء الله يعود علينا الايام بخير باذن الله. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.